شكرا شكرا شكرا. عندنا حاجات تانية كتيرة بتتكلم غير لساننا. وشي بيتكلم، ايديا بيتكلموا، وضعية الجسم اللي انا واقفة فيها او قاعدة فيها او بتحرك بيها وانا بكلمك، ده بيوصل لك مسجات اكتر بكتير جدا من اللي كلامي بس بيقوله. يعني تخيلوا احنا 93% من اللي بيوصل مننا بيوصل عن طريق حاجات تانية خالص غير الكلام. بيوصل عن طريق البادي لانجوج، بيوصل عن طريق التعبيرات بتاعت وشنا، بيوصل عن طريق تون الصوت اللي احنا بنتكلم بيه. اكتر من 93% من المسج اللي احنا عايزين نوصلها، و7% بس بيوصل عن طريق الكلام اللي بنقوله. مرة من المرات واحدة صاحبتي حكت لي موقف، قالت لي هو جوزي كل ما يبقى داخل مبوز او جد قوي، يعني واخد الموضوع جد قوي، ليه كده؟ بتفكها شويه. فما كنتش عارفه اعمل معاه ايه، فابتديت كل ما اعلق عليه واقول له طب ابتسم، طب خلاص يعني سيب المشاكل والمشاغل بره البيت وتعالى كده مفرفش. ما بيعملش حاجه، ما بيتغيرش. فقررت في وقت من الاوقات ان هي وهي بتفتح له الباب او هو بيحط المفتاح في الباب ويفتح الباب، تبتدي تغني الاغنيه بتاعت نجاة اللي هي بتاعت الحمد لله على السلامه يا ابو اجمل ابتسام. الموضوع ده هي بتتكلم انه قد ايه فرق بشكل رهيب مع جوزها، انه ابتدى حتى وشه تعبيراته تختلف. فبدل ما هو داخل جد او داخل تعبان من الشغل ومكشر او عايل هم حاجه او مضغوط من حاجه، ابتدى وشه ينفرج واساريره تنفرج ويبتدي يبتسم وعينيه تضحك. ده اثر بالايجاب عليهم كلهم، سواء عليها او عليه او على اطفالهم كمان. فتكير، خلونا ناخد بالنا ان وشنا كمان بيتكلم، بيوصل مسجات مهمة قوي حتى لو احنا ما كناش نقصد ان هي توصل. فتكلموا بوشكم حلو، ده هيساعدكم توصلوا محبتكم للي قدامكم اكتر واكتر.